بالصلاة على النبي يا مصري ورقص لبلوبك يا مصري. والنهارده 13 يا رجاله، بنمسي على جروب سيد السمك غيه واحسن النيه، وتحياتي لهاني الليمبي وحجاج سيف واسماعيل اخويا وكل الصحبه اللي معايا. بالصلاة على النبي يا رجاله، على داير فيلا، على داير فيلا والله. صلاة النبي احسن. نسلك بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا على قناة المصري تعليم سيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير وفي افضل حال. تحياتي لكم جميعا. تقول يا عم رفعت؟ فان شاء الله النهارده احنا نزلنا النهارده كام؟ 3/10. طبعا النهارده انا هتكلم على زيادة المية، يعني موضوعنا النهارده زيادة المية وزيادة الصدمة في الزيادة اللي هي موجودة حاليا. الزياده الميه ردت بس ما جابتش طبعا الزياده الكبيره. شوف الميه جابت لغايه فين، يعني لغايه الارض اللي كنا بنقعد نحط حاجتنا عليها. يعني طلعت حوالي متر. لكن هي الزياده الكبيره لا، هي بتطلع لغايه ما انا واقف كده وبصور كده. فطبعا انت لازم في الزياده ديت، هل كل السمك رد ودخل العفش ودخل الجزر؟ لا، اكيد في سمك مش كله رجع. يعني الصيد اقل من الاول لكن موجود. ما اقدرش اقول لحد ينزل، ما اقدرش اقول لحد ما تنزلش. انا بنزل كل اسبوع، ممكن انزل كل 3 ايام. بس راحه ربنا بنتراضى. هي السمكه مش كتيره زي الاول، بس الاحجام اللي بتقع احجام معقوله. فاللي يعرف يشتغل في موضوع الزياده ويعرف في اراضي طرح نهر او اراضي فرش حجر، هي دي اللي هتاكل معاه، هتاكل الايام ديت. طبعا ان شاء الله انا متوقع ان الاسبوع الجاي الميه هتنزل نزله حلوه. فطبعا الجو هيكون برد شويه، فالجروف الطينيه هتشتغل والحجاره هتشتغل وكل الميه هتشتغل وهتشتغل حلو قوي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعله موسم خير علينا. وما تزعلوش ان الميه زايده. الميه الزياده ديت محافظه على السمكتين، هتطول في عمر الموسم شويه. السمكه هتكبر. السمكه قاعده في قلب الحشائش اللي ورانا ديت، وقاعده بتاكل غذائها من الطحالب وبتكبر. وكده كده الصيد الجائر ما حدش بيطوله فيها، لا كهرباء ولا عفريته ولا حاجه. كل السمكه قاعده بخيرها لسه. ان السمكه الميه نزلت اسبوع واحد وردت بعديها على طول، فما حدش قدر ياخد منها حاجه. يعني كل اللي بيتاخد منها ده حاجات بس تفاتيف، لكن السمكه كلها لسه ان شاء الله موجوده بخيرها. حتى لو ما نزلش السنه دي النيل، الموسم الجاي هيبقى افضل وافضل. ما نزلش الموسم اللي بعديه هيبقى افضل وافضل. يعني كل ده خير من عند ربنا، ما حدش عارف الخير فين. يمكن الحاجات دي كلها من عند ربنا، عشان ربنا يزيد الثروه السمكيه شويه. احنا مش محافظ عليها، فربنا ليه وخلقنا كل شيء بقدر. هو ده القدر اللي احنا بنتكلم عليه. فما حدش يزعل ان الموسم اتاخر او الموسم بيفنش او الموسم ممكن ما يجيش. لا لا لا، اللي يقدر ينزل من الناس الصيادين الخبره. احنا ما اقدرش اقلل من حد ولا اقدر اشكر في حد. اللي يقدر يشتغل في المايه الزياده، لا المايه بتسلي. وان شاء الله النهارده لو في سمك انا هصور لكم بالليل السمك واقول اصطادناه ازاي. انا داخل انا وعم رفعت اهوت، هو قاعد اهو ورا مني، بنشوف دور نقعد عليه لان الزياده كبيره قوي. فان شاء الله هعطر في دور هصوره لكم واعرفكم احنا قاعدين فين. احنا نزلنا المياس وبنتمشى على الجروف التانية كده، نشوف اي ارض نقعد عليها ان شاء الله. فالموضوع مش موضوع ان انا عارف دور لازم انزل عليه. لا، التجديد كويس وممكن نقع في حاجه احسن ان شاء الله. وربنا دايما بيعمل لعبده الصالح. هو ده اللي احنا بنتكلم. اسعى، والسعي ده في الرزق ده اهم حاجه. تسعى على الرزق بتاعك، طول رمالك، قصر رمالك، هات فايبر طويل، هات فايبر قصير. كلها دي اسباب، وكلنا بنسعى على ان احنا نستمتع بصيد المعشوقه الدلوعه بتاعتنا سمكه البلطي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وانتظروني بالليل ان شاء الله في فيديوهات تانية باذن الله. وادي دور تاني يا جماعه اهوت، دور يعني روعه بفرجه لكم. انا طبعا مش شايف من الشمس تصوير، بس دور خرافه. ادي جرف اهوت، جرف طينه وفي ده حجاره من تحت. وده بقى ممكن الواحد يرميه بالليل. يعني الفيله تيجي عند العفشيه ديت، الفيله تمشي توصل عند العفشيه دي والواحد يحبس عليها شويه، ممكن يضربها سمك حلو قوي، يضربها بولت حلو. فده الدور ده ان شاء الله لازم قلت الواحد يجربه بالليل. ده اختيار الادوار يا جدعان بتبقى بالمنظر ده كده. شوف منظر المايه عامله ازاي، منظر الارض عامله ازاي. هيشه من هنا، يعني هيشه على شمالي وهيشه على يميني اللي في اتجاه حركه المايه. الهيشه ديت كسره سرعه المايه شويه. تشوف المايه جوه عامله ازاي، سريعه جدا. دي كسره لي المايه شويه، مهديه لي الدنيا شويه. يعني الفيله تمشي فيها صالونسيه مع مشيه ايدك كمان تحبس عليها سنه، لا ممكن يضربها سمك في الحتت دي. طبعا انا شايف حمول من تحت في المايه اهوت. الحمول ده طبعا احنا عارفين ان سمكه البلطي بتعشقه، بتمسكه بالليل. فان شاء الله نجربها ويبقى دور حلو ان شاء الله. لو في سمك اصوره عليه باذن الله. فده برضو كنا بنتكلم انك تختار الدور ازاي بتاعك اللي هتشتغل عليه. طبعا هنا احنا ما حدش بيزفر، بننزل نشتغل على طول.
اهم حاجه عندك حساسيه الصيد، يعني الانسان يبقى عنده لازم حساسيه ان السمكه ممكن تاكل في الحته دي، ممكن الدور ده يشتغل. هي دي الحساسيه اللي انت بتتكلم عليها، الخبرات اللي انت تاخدها مع كتر نزولك للميه تختار الدور ازاي. مش عايز اطول عليكم، وان شاء الله اشوف دور تاني واصوره لكم برضه. طبعا يا جماعه كل ده انا بفرجكم، بس الواحد بيتعب قد ايه وسعي قد ايه عشان يشوف ادوار. الدور ده طبعا انا شايفه من بعيد، بس طبعا قصب الفار مغطى عليه. شايف المدور عامل ازاي؟ قصب الفار مغطى عليه. نطلع شويه قدام تاني كده، يمكن ربنا يسهل بدور تاني. ليه انا بشوف كام دور؟ عشان ما انقل بالليل ابقى شايف انا رايح فين، ابقى عارف انا هصطاد منين، ما انزلش ادور وتبقى ايه، ابقى حافظ المكان. كل ده قصب الفار مغطيه، كل ده قصب الفار مغطيه. السلام عليكم. ده حاج بصور حشيش ولا بصور ادوار السمك، اصل انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب. راجل بيسالني بيقول لي انت بتصور حشيش؟ بقول لا، ده انا بعمل ادوار اختيار الدور ازاي، ادوار السمك. طبعا كل ده مشي. طبعا انا انجزت شويه فقلت ايه افتح التصوير عشان برضو تشوفوا الواحد بيمشي قد ايه. انا طبعا سايب عدتي في مكان وماشي على رجليا ادور على اماكن ايه، غير زمايلي نازلوا كل واحد قاعد في دور. فهنا بقى بتفترق من ممكن ابعد عنهم يجي 2 كيلو 3 كيلو بالليل، ابقى قاعد لوحدي. ربك اللي بيسترها، يعني ربنا اللي بيسترها. فالصيد مشقه وتعب. الصحبه حلوه وكل حاجه، بس زي ما قلنا كده ايه، السعي مطلوب. اهي ارض مفتوحه تاني اهي، ارض جميله اهي، دور 10/10، دور جميل قوي. طب ينزلوا منين؟ هنا في ميه كويس. يتنزل من هنا، يترمي من هنا. دور زي الفل، هو برضو بين هشتين وكسر الطيار، وممكن السمكه ترقد هنا. وفي دور تاني بعديه هناك اهو. انا مش عايز اطول عليكم، انا بس بوريك انك انت لازم تسعى وتشوف الادوار وتشوف حتت مفتوحه. طبعا السمك في الحشيش بيطلع بالليل من الحشيش يرعى حوالين منه، انت بقى بترمي طعميتك وتسند شويه وتجس شويه، وربنا يسهل ان شاء الله ونقع في سمك. وبرضك ايه هنصور لكم السمك بالليل ان شاء الله، يكون في رزق باذن الله. دايما نتفائل خير. تحياتي ليكم واشوفكم بالليل. ورقص لبلوبك يا مصري، والمصري مدلع على لبلوبه، والله اللبلوب متدلع 100. رقص لبلوبك يا مصري. وادي اوريكم العياشه يا جدعان اهي. انا لسه بقول يا هادي اهي، ادي العياشه اهي. رقص لبلوبك يا مصري. هوريكم اخر الليل بقى ان شاء الله مليانه باذن الله. يلا نسلك بقى دي. بسم الله ما شاء الله. المصري بيرقص لبلوبه والجو ثلج. اللي يطلع يا جماعه يعمل حسابه ما يعملش زي كده، الجو ثلج. رصاص رصاص احلى كده، الواحد قاعد لوحده كده في الهو والدنيا ثلج اهي. اللي يطلع يا جدعان يعمل حسابه في هدوم تقيله. يلا نقضيها بقى ليله وخلاص كده، ساعه. النهارده 3/10، سهرة 3/10. يلا يا مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعيني على قناة المصري تعليم صيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا زي ما قلنا النهارده احنا نزلنا 3/10، وقلنا نبص على المية لسه زايدة يعني هي مش زايدة جامد الزيادة اللي هي الكبيرة، بس زايدة. طبعا السمكة لسه ماسكة الجزر وماسكة العفش، سمكة قليلة جدا، والجو تلج. يعني اللي عايز ينزل يعمل حسابه في ملابس تقيلة ومشاريب دافية. طبعا انا قاعد لوحدي زي ما انتم شايفين كده، مفيش حد قاعد، مفيش غير العربية. الم واستنى الصحبة، كل واحد ماشي في حتة، سلام لما يتجمعوا وصلي الفجر ونتكل على الله. السمكة قليلة، الشراية مسنودة. طبعا انا كنت جاي النهارده على اساس ان انا اخد شوية حلوين شوي، العيال عايزين يشووا شوية سمك، فده اللي خدناهم. وهم تبارك الله في مرازق، هم حلوين برضو يعني، مش وحشين، بس طبعا قليله بالنسبه لان انا اجي مشوار زي ده وعلى شويه سمك زي دولت. لا هي ما تجازيش. فاللي حابب ينزل، انا ما بقولش حد ينزل، عشان برضو تبقوا عارفين السمكه قليله، والسمكه بتيجي بتعب وبتيجي بشقف. طلعهم بقى هنا الصفوا عشان ما يبوظوش العربيه. خليكم هنا. بحب السمك انا وهو بيتنطط كده، يبقى صاحي كده. فزي ما انتوا عارفين ان شاء الله خلال الايام ديت احتمال ان الميه تنزل،
يعني ممكن اسبوع ان شاء الله الميه تنزل والسمكه تشتغل كويس. فهقول لكم برضو. طبعا انا مش هنزل اليومين الجايين دولت، يعني ممكن اريح لي يومين تاني اقول مش هنزل وبرجع انزل. البحر ده ادمان. فانا برضو ايه زي الناس بتقول ايه ننزل يا عم محمد ولا ما ننزلش. انا عن نفسي انا بنزل. في سمك ينزل الميه تاني. بس تعالوا 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 اقعدوا هنا نشوفوا هنا. ايوه نشوفوا هنا. انا عن نفسي بنزل الميه على طول. ليه؟ انا غاوي الصيد، لكن لا هننزل عشان خاطر السمك، لا نستنى شويه. انا شايف ان الموضوع مش مجازي يعني. اللي عايز يتسلى هينزل، هي بتسلي يعني السمكه بتقع على فترات. والله انا كنت بمشي على النهارده على طول مترين ومتر ما كلش. انا قصرت على شبر، السمكه كلت على الحجاره على شبر، وجربت دور الطينه ما كلتش، فكلت على دور الحجاره اللي انا قاعد عليها ديت. فعلى شبر، مو على شبر والله، فوق الرصاص بالظبط. والرمال بتاعي عملته حوالي 25 سم. بتمشي فوق الحجاره كده، خدت شويه الشير اللي انتوا شفتوهم دول. فبراحتكم بقى، اللي عايز ينزل هينزل واللي عايز يستنى يستنى. وانا ان شاء الله برضو اول باول كده اوفيكم بالاخبار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توضى بقى ونصلي ونتكل على الله.